اهلا وسهلا بكل حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معايا رساله للبنات في زمن الحرب. يا حبايب جدتكم، انا جدة ملك، جايه اتكلم من قلبي لكل بنت حاسه بالخوف او القلق او الحيره. الحرب حوالينا والاخبار كلها دموع وصرخات كتير، بس تعالوا نهدى شويه ونتكلم كلام من القلب. يا بنتي، لما الدنيا تعلى وتهبط وتبقى الحروب في كل مكان، لازم نرجع بسرعة لحضن ربنا، هو الوحيد اللي هنطمن فيه. ما تخافيش، اللي بيصبر وربنا معاه عمره ما بيضيع. خدي بالك من صلاتك ومن دعاكي ومن قراءتك للقرآن. خدي بالك من نفسك ومن قلبك ومن لسانك. احنا في زمن الفتن، لكن المؤمن يفضل ثابت زي الجبل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي. يعني وقت الفتن والخوف اللي يفضل يعبد ربنا كأنه هاجر للنبي عليه أفضل الصلاة والسلام. يا بنتي، ما تسيبيش الحجاب علشان الناس، ولا تبطلي الدعاء علشان فقدتي الأمل، ولا تسمعي للي هيضعفك. ربنا معاكي، وكل سجدة منك بتفتحلك باب نور. واحنا بندعي لبعض وبندعي لأهلنا في غزة وفي إيران وفي كل مكان إن النصر يجي، وإن ربنا يفرج علينا وعلى كل مظلوم. واحب ان احنا نقول سوا هذا الدعاء: اللهم يا من بيده الامن والامان، انزل علينا سكينتك وطمن قلوبنا، واحفظ بلاد المسلمين، وانصر المستضعفين، وارزقنا الثبات في زمن الفتن يا ارحم الراحمين. وفي النهاية، لو حسيتي بالخوف، افتكري انك بنت ربنا بيحبها وسامعك وشايف دمعتك قبل ما تنزل. وانا جدتك بدعيلك من كل قلبي، وربنا يكتب لنا ايام اهدى واجمل من اللي احنا شايفينها دلوقتي. ولو عجبتكم الرسالة فضلا وليس امرا، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ودوسوا لايك. كانت معاكم جدة ملك، وسلام يا حبايبي.